مش هقولك مش هتشتريها من بره تاني، بس هقولك هتعمليها في البيت اطعم واسرع بكتير واحلى كمان من بره. هنا جبت فرخه كيلو ونص، جايباها صغيره علشان تستوي معايا، وفتحتها كده زي ما انتم شايفين. حطيت التوابل بتاعتي، ملح وفلفل كمون كزبره، شطه، كمان بهارات فراخ لو انت عندك. حطي كل البهارات اللي انت عايزاها. بعد كده جبت كوبايه زبادي كبيره، حطيتها عليها برضو معلقه عسل كبيره. العسل ده اختياري، بس عشان تديها كده زي سويت اند ساور، مسكر وحادق في نفس الوقت. حطيت كمان معلقه كبيره كاتشب حار، معلقه كبيره مايونيز، معلقه كبيره باربيكيو، و... ومعلقه كبيره مستردة زي ما انتم شايفين كده، وليمونه، عصري عليها ليمونه كويس. بعد كده هتدخلي التتبيله دي في الفرخه. انا مقطعه كده كل جزء في الفرخه، مفتحاه فتحات بالسكينه، انتي كمان هتعملي كده وتسيبيها في التلاجة نص ساعه. بعد نص ساعه بقى طلعتها زي ما انتم شايفين، كان القوام بتاع الفرخه مسك شويه. كان عندي هنا كوبايه دقيق، حطيت عليها كوبايه نشا، والبهارات بتاعتي برضو نفس اللي انا حطيتها في الخلطه. بدات بقى انقل من الفرخه، احطها في الدقيق، بعد كده ارجعها في الصوص تاني بتاع الفرخه، وارجع بقى احطها في بقسماط. انا هنا كان عندي بقسماط حار، بدات احطها فيها. دول الطبقتين بس اللي انا عملتهم. هنا خلاص كانت خدت الشكل. في طاسه بقى حطيت زيت غزير وسخنته جدا، وبدات انزل فيه الفرخه زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم كانت طالعه مقرمشه، والفيجيتار باين فيها، والواخده اللون الغامق ده عشان الشطه، وكان طعمها تحفه.